السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. حبيبنا شفيعنا هدينا على كل خير في مصلحة الأمة جميعا. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم متابعيني ومتابعين قناة كل ما يخص ست البيت. فيديو جديد النهارده من عند الطيور بتاعتنا. في الفيديو ده هنتكلم عن البط، أي نوع من أنواع البط. أنت مربية بط فعايزة بقى تذبحيه، امتى تاكلي البط بتاعك وعمر قد ايه تبدأي تذبحي منه. هقول لك كده على علامه هتبين لك اذا كان البط ده ينفع ان انت تذبحيه وتاكليه ولا لسه البط طري. مش معنى ان البطه دي كبرت وعندها ما شاء الله 5 شهور او 6 شهور ان هي تكون جاهزه للذبح. لا، مش معنى ان هي تمت 5 شهور او اكتر او اقل من كده ان هي جاهزه للذبح. في علامه مهمه كده بتحدد لنا الموضوع ده، بتحدد لنا اذا كانت البطه بقى تذبحيها ولا تستني شويه. البطه من دول لما بنيجي نذبحها او ذكر البط او نتايه او اي حاجه من البط اما نيجي نذبحها بنمسك البطه كده بين ايدينا. اول حاجه ناخد بالنا منها، نبص كده على الريش بتاع البطه. الريش ده بنبص له من ناحيه الرقبه كده ومن ناحيه الديل. لو لقينا الريش لسه فيه الماده اللزجه، يعني مثلا تشد الريشه كده، لو لقيت الريشه فيها ماده لزجه كده او ماده بتطلع دم كده جوه الريشه ذات نفسها، الماده اللزجه دي زي ما قلنا هي الدم، يبقى الريشه كده لسه ما نشفتش، يبقى كده البط مش صالح خالص للذبح، ويبقى لسه عليه شويه على ما تبداي ان انت تذبحي منه. يعني مش معنى ان البط كبر وبقى عنده 5 شهور او 6 شهور نروح نذبحه، لا. البط بنشوفه اذا كان لسه طري ولا كده استوى للذبح بقى وبقى جاهز للذبح. بنشد الريشه كده من ريشه البط، الريشه كده من اول الجناح بتاعته، نتك على الريشه كده. لو لقينا جوه الريشه دم يبقى البط ده لسه طري. لو لقينا الريشه ناشفه كده وبتتك عليها ما بتطلعش اي دم يبقى كده خلاص البط كده بدأ بقى خلاص ان احنا صالح للذبح. لانه بيبقى لو لقيت فيه الماده اللزجه دي او الدم بيبقى لسه ما كساش ريش بالكامل. والمشكله كمان ان احنا لو ذبحناه وهو لسه طري كده بيكون متعب جدا 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 في التنظيف، هيتعبنا قوي واحنا بننضفه، تلاقيه مسلل قوي، مهما تعملي عليه وصفات او كده عشان تعرفي تنضفيه مش هتعرفي تنضفيه. مهما عملتي هيفضل فيه بواقي ريش زغب صغير كده، لان الريش ده لسه ما كبرش فماسك قوي في الجلد بتاع البط. جذوره موجوده جوه الجلد ولحم البطه ذات نفسها، فمهما تعملي عشان تنضفيه مش هتعرفي تنضفيه خالص، تنظيفه هيبقى صعب جدا جدا. عشان كده بتلاحظي ان اي واحد فرارجي اما بيجي يشتري منك بط بيبقى عايز البط يكون ناشف عشان طبعا ما يتعبوش في التنظيف، لان هو لو خده طري هيتعبوا جدا في التنظيف. اما كده لو لقينا الريش نشف مفيش الماده اللزجه ما بتطلعش دم، الماده كده اللي جوه الريشه، يبقى البط ده او الذكر ده خلاص جاهز للذبح، مش هيتعبنا في التنظيف وهيكون لحمه استوى واكتر من اي بط او ذكر لسه ما كبرش ريشه. هو ده السر اللي بيعرفك اذا كان البط ده المفروض تذبحيه او المفروض ما تذبحوهوش. في ناس بتعتمد في طريقة الذبح ان هو خلاص تم 6 شهور بتقوم رايحة ذبحاه، لا، اللي تم 6 شهور يعني البطة بتكون جاهزة للذبح او غير جاهزة للذبح، مش بعلامة ان هو تم 6 شهور او 5 شهور، مش بعلامة ان هو جاب وزنه ولا لا، لان انت ممكن تاخدي البط ده وتأكليه علف صافي ففي مدة شهرين ممكن يكون وصل للوزن اللي انت عاوزاه. يعني لو اكلتيه علف صافي على طول هتلاقي جسمه بيكبر، ممكن يوصل معاكي 3 كيلو و4 كيلو، فانت بقى هتروحي تذبحيه لا، هتلاقي طعمه وحش جدا في الاكل، هيتعبك في الاكل. فحاولي ان انت تستني على البط بتاعك لما ينشف كده، لما تلاقي الريشه ما بتطلعش دم. يعني البط اللي قدامنا بط كبير اهو وزنه كبير، لكن اما بشد الريشه من الجناح بتاعه بلاقي لسه فيها دم، فسايباه برضو على ما ينشف، وكل ما ينشف كل ما يكون طعمه احلى في الاكل.
وكل ما ينشف ما يتعبكيش قوي في التنظيف، لان احنا طبعا بنتعب جدا في التنظيف، فلازم ناخد بالنا من الموضوع ده قوي عشان ما نتعبش في التنظيف. البط تربيته جميلة جدا يا جماعة، جميل جدا في التربية. حبايبي ده كان الفيديو بتاعي معاكم النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.